ومن أيسر الكتب وأشهرها كتاب دلائل الخيرات للسيد الجازولي. أيام أجدادنا كان لا يخلو منه بيت ولا يخلو منه مسجد، وكان أكثر الكتب مبيعا بعد القرآن. لما ظهر الفكر الوهابي صرفوا الناس عن الصلاة على الحبيب، وصرفوا الناس عن هذه الكتب. ولذا أنصحكم بكتاب دلائل الخيرات. قسمه المصنف على أيام الأسبوع، يبدأ بيوم الاثنين لأن يوم الاثنين ولد فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم ينتهي يوم الأحد، وكلما انتهيت تعيده مرة أخرى. كل يوم بيوم تقرأه، حتى أولادك يرون هذا الكتاب معك يوميا فيتعلقون به وهم صغار، فإذا تعلموا القراءة والكتابة تناولوه عندما تتركه. أنا تعلقت بهذا الكتاب وأنا في ثانية ابتدائي، لأن كنت أرى والدي كل يوم جمعة يمسك هذا الكتاب قبل صلاة الجمعة بساعتين ثم ينزل يصلي الجمعة، كان يقرأه في مجلس واحد يوم الجمعة. فتعلق قلبي بهذا بعنوان حتى الكتاب قبل أن أعرف. ومن أيسر الكتب وأشهرها كتاب دلائل الخيرات للسيد الجازولي. أيام أجدادنا كان لا يخلو منه بيت ولا يخلو منه مسجد، وكان أكثر الكتب مبيعا بعد القرآن. لما ظهر الفكر الوهابي صرفوا الناس عن الصلاة على الحبيب، وصرفوا الناس عن هذه الكتب. ولذا أنصحكم بكتاب دلائل الخيرات. قسمه المصنف على أيام الأسبوع، يبدأ بيوم الاثنين لأن يوم الاثنين ولد فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم ينتهي يوم الأحد، وكلما انتهيت تعيده مرة أخرى. كل يوم بيوم تقرأه، حتى أولادك يرون هذا الكتاب معك يوميا فيتعلقون به وهم صغار، فإذا تعلموا القراءة والكتابة تناولوه عندما تتركه. أنا تعلقت بهذا الكتاب وأنا في ثانية ابتدائي، لأن كنت أرى والدي كل يوم جمعة يمسك هذا الكتاب قبل صلاة الجمعة بساعتين ثم ينزل يصلي الجمعة، كان يقرأه في مجلس واحد يوم الجمعة. فتعلق قلبي بهذا بعنوان حتى الكتاب قبل أن أعرف. ومن أيسر الكتب وأشهرها كتاب دلائل الخيرات للسيد الجازولي. أيام أجدادنا كان لا يخلو منه بيت ولا يخلو منه مسجد، وكان أكثر الكتب مبيعا بعد القرآن. لما ظهر الفكر الوهابي صرفوا الناس عن الصلاة على الحبيب، وصرفوا الناس عن هذه الكتب. ولذا أنصحكم بكتاب دلائل الخيرات. قسمه المصنف على أيام الأسبوع، يبدأ بيوم الاثنين لأن يوم الاثنين ولد فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم ينتهي يوم الأحد، وكلما انتهيت تعيده مرة أخرى. كل يوم بيوم تقرأه، حتى أولادك يرون هذا الكتاب معك يوميا فيتعلقون به وهم صغار، فإذا تعلموا القراءة والكتابة تناولوه عندما تتركه. أنا تعلقت بهذا الكتاب وأنا في ثانية ابتدائي، لأن كنت أرى والدي كل يوم جمعة يمسك هذا الكتاب قبل صلاة الجمعة بساعتين ثم ينزل يصلي الجمعة، كان يقرأه في مجلس واحد يوم الجمعة. فتعلق قلبي بهذا بعنوان حتى الكتاب قبل أن أعرف.